ورجل طاعن في السن بات يقضي يومه بالبكاء على فقدان 5 من أبنائه، 2 منهم قتلوا في انتفاضة آذار عام 91 و900 وألف، و3 جنود في الجيش العراقي سقطوا ضحايا أثناء مواجهة تنظيم داعش. حسن اجى لهنا والتحق، ويوم التحق ورا دقائق خابروني قالوا حسن يهرب. حسن استشهد. قال أخوي استشهد، أنا شنو بحياتي بعد؟ شنو بحياتي؟ والله بهالمثنى يابا دقن الموبايل، يابا عود تحسين استشهد. أنا قدمت 5 شهادات. حسن طالب وهو جندي سقط ضحية العنف المسلح في جرف الصخر، والغريب أن شقيقه تحسين وهو أيضا جندي في قاطع بيجي سقط ضحية هو الآخر بنفس اليوم. أما شقيقهم الثالث محمد وهو الأصغر تلقوا خبر رحيله في الرطبة ليتركوا أما وأبا. أخذ الحزن مأخذا كبيرا منهم لفراق أولادهم. كان البيت يسي، والله لا نقعد يقول لك مو قاعدين شو اسمه، قاعدين ما ادري شنو، هم وجهالهم والبيت متروس ترس. هسه صفيت بس انا والحج وعلاوي. أطفال صغار بعمر الورود هم كل ما تبقى لهذه الأسرة الساكنة في هذا المنزل البسيط بقضاء الهاشمية جنوب مدينة الحلاء. فهنا أم يأخذها الحنين إلى أولاد رحلوا عنها مبكرا، وأب عجوز بساق مقطوعة، وابن واحد ما زال يقاتل في الجبهة يرفض الانسحاب. هذا فخر إلنا، هاي علم أن إحنا بين الناس، والدليل على ذلك أنه اهتمام باقي الناس، باقي الوجهاء، المرجعية اللي ما قصرت دزت السيد أحمد الصافي. وفي قضاء الهاشمية أصبح هذا المنزل مزارا للكثير من المواطنين وممثلي المرجعيات، نظرا للبطولة والشجاعة الفائقة التي تحلت بها هذه العائلة.